النهائيه. يعني انا ما ادري ليش ايمن حسين يتعرض للتنمر او الضغط وهو لاعب ونجم وانا هداف يا اخي. هو الجمهور متطلب، بس احنا قبل شوي نتكلم عن انه انتقاد المحللين وكذا، هي الاوقات الجمهور عاطفي، بالاكثر الجمهور عاطفي. يعني انت تتكلم على عمان يقول العمانيين يجوك، تتكلم على العراق العراقيين يجوك، هي المساله يعني ذاتيه، هيك عاطفه تتملك الانسان، يترك الامور الحقيقه والفنيه. فايمن او هو المنتخب ترى بشكل عام بالفترات الماضيه هو لم يقدم شيء. يعني يونس يقول لا بطل بطل بطل. هو لانه اكثر واحد تالم بعد، لانه هدف الفوز، الان هو هداف البطوله. افضل لاعب بالمباراه. نعم افضل لاعب بالمباراه. ومع ذلك يعني هو صاحب اليوم، يعني وادى. انت تعرف والله سوى يمكن واحده من الاشياء، سوى اكثر من سبرنت. شفته. انا تفاجات فيه. شفت. الظاهر كان عنده الحافز عالي، كان يريد يثبت لنفسه اولا ويثبت لجمهور المنتخب العراقي، ويمكن هذه مني رساله للجمهور العراقي. اتركوا اللاعبين، هدوا عليهم شوي، وصلوا لنا مرحله جيده، خلينا نبقى نشجعهم بهذا النفس. دائما اللاعب الموظف مثل الجندي اللي في مهمه رسميه الان، في مهمه الدفاع عن الوطن، تبي تنتقده بعد ما يخلص مهمته. بالضبط. لا تنتقده وهو قاعد يدافع وقاعد يعمل. صحيح. في نص المعركه تنتقدني يعني ايش بتسوي فيني؟ بتحطمني. احنا في مشكله عندنا صراحه، يعني بس احنا مو في طور انه نخوض بهذه الاشياء اللي كانت تصير بالسابق، لكنه شيء بالشيء يذكر. احنا دائما في كل بطوله كان عندنا يصير كبش فداء. في كل بطوله يصير عندنا كبش فداء، يا اما 2 لاعبين او 3، او يا اما يكون مدرب، او يا اما يكون اداري، أو لازم يكون كبش فداء. فانا ذكرت في اول استديو قلت انه في لاعبين تعرضوا للظلم. بشار رسل متالق مع نادي قطر، صار له 2 يلعب نادي قطر، يعني ما يجاملوا نادي قطر، ما يجاملوا دوري المحترفين ونادي محترف، ما يجامل بشار انه يكون موجود. كان يلعب نادي كبير مثل بيروزي وحقق نتائج في ابطال اسيا. صفاء هادي كذلك كان مميز مع سنين طويله مع المنتخب، اليوم يلعب بنادي مميز كذلك في ايران. فدائما يصير كبش فداء. ايمن تعرض لظلم جدا كبير، برامج رياضيه تنمروا عليه، برامج كوميديه تنمروا عليه، جمهور كان يتنمر عليه. لكنه انا تعجبني شخصيه ايمن، قوي، يعرف نفسه، يعرف امكانيته، بقى صامد. في كل انتقال كان ينتقل كان يستشيرني، بيني وبينه دائما تواصل، في كل مكان يريد يروح يتصل، يسال، يقول كذا، مشتغل على نفسه بشكل صحيح. اليوم سوى سبرنت مو طبيعي، ابو جاسم ركض ركضه ام ال 40 متر 45 متر، فشيء في قوه انفجاريه مو طبيعيه موجوده. وخلينا نرجع، احنا هذا اللاعب صار له 7 سنين يلعب اساسي في المنتخب الوطني، ما معقوله مجامله.